لقاء استاد النهيان هو مسرح لاحداث هذه المواجهه، وهي الزياره طبعا الاولى في المعسكر الاول بالنسبه لنادي الزمالك. بعد هذا المعسكر هيكون هناك معسكر اخر في فتره تدريبيه وفتره ايضا يعني دوليه. محاوله تاني على طول بالنسبه لوحده خطيره، جول يا ولد يا ولد الفريق الوحداوي. اذا الوحده يسجل اول هدف، ادى ثقه. محاوله تصويبه خطيره الثاني على اذا باكايف يسجل هدف رهيب 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 في نادي الزمالك. باكايف يسجل تصويبه قويه. فرقه كبيره، فرقه كبيره. فريق نادي الوحده يسجل هدف ثاني، يسجل هدف بالقدم اليسرى. باكايف، اذا باكايف يسجل. باكايف هدف حلو جميل جميل جميل. صعبه على حارس المرمى محمد عواد. الكرة في المقص اليمين رهيبه وعجيبه وجميله لصالح نادي الوحده في شوط المباراه الثاني. سلطان عبد الرزاق، والهدف الثاني لو احتسب هيصعب المأمورية على الزمالك. شوف الكرة، شوف لحظه لعب الكرة هنا. ادي انطلاقه لحد الان مفيش تسلل مفيش مشاكل. يخلص يلعب يباصي يحضر، وادي محاوله والتصويبه. شوف الكرة قنبله والتسديده. هدف اعتقد مفيش فيه اي مشاكل. هنشوف هدف مفيش فيه اي مشاكل اطلاقا. ادي التصويبه وادي الكرة. مش لعيب في التسلل، عمل حجب رؤيه للاعب محمد عواد. كرة لبست بوجه القدم، راحت صاروخ، راحت صاروخ بالنسبه لنادي الوحده. يسجل الهدف الثاني بالنسبه لفريق نادي الوحده في هذا المساء. يسجل الهدف الثاني للوحده في هذا الهدف اللقاء. هدف جميل 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 يسجل باقدام يساريه. يعني هدف ثاني عالمي جميل بصراحه. الهدف الثاني اللي تم تسجيله هدف كان صعب، خطيره جدا. يا الله، مش ممكن الثالث، مش ممكن الثالث. احمد نور الله، احمد نور الله يسجل هدف ثالث للعنابي لنادي الوحده. يسجل ثلاثيه، نتيجه غير متوقعه اطلاقا. نتيجه في الهاف تايم الثاني عطفا على اداء ممتاز بالنسبه للعنابي، عطفا على اداء ممتاز بالنسبه للعنابي. الهدف الثالث لنادي الوحده، الثالث لنادي الوحده. يسجل هدف ثالث ممتاز احمد نور الله. احمد نور الله من قبل حارس المرمى، ودي خرج شيكابالا، خرج شيكابالا. والهدف الثالث في مرمى نادي الزمالك، الثالث في مرمى نادي الزمالك. تمركز دفاعي سيء جدا من دفاعات الزمالك. كرة شوف ملعوبه ازاي، غريبه جدا غريبه جدا. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خطأ كارثي من اللاعب الونش، خطأ كارثي من الونش. يرجع الكرة ويتوقع احمد نور الله، لعيب كبير جدا جدا. قلت لك عليه هو ولاعب ألان ماركيز، لعيبه في منتهى الخطوره. باكايف له دور كبير جدا، واللاعب افتان تيل له دور كبير جدا. والوحده يعمل شوط عظيم في الشوط الثاني، يسجل شوط ثاني عظيم عظيم عظيم. يسجل هدفه الثالث في مرمى نادي الزمالك. فرقتين طبعا يعني يهمونا ويعزوا علينا، لكن احنا بنحاول طبعا ننقل الصوره لجزاء للزمالك. 3-1 خلي الوقت المتبقي ناري. ركله جزاء زملكاويه، ركله جزاء زملكاويه والتصويب. الهدف على طول. رؤى يسجل هدف اول للزمالك، هدف اول للزمالك من ركله جزاء في الدقيقه 86 من عمر المباراه. في الدقيقه 86 من عمر اللقاء محمد رؤى يسجل هدف اول للزمالك، يقرب للفارق. والجمهور يعني لسان حاله يعني واضح تماما من تعبيرات ايديهم. شوف الكوره تصويبه قويه وركله جزاء حاطط فيها